ثم عرج به إلى السماوات العلى عند سدرة المنتهى من فوق قبة الصخر، من فوق الصخرة التي أنشئت لها قبة في العهد الأموي. هذه الصخرة التي أمرها الله سبحانه وتعالى أن تتحول من صخرة صماء، صخرة صماء جامدة صلبة، إلى سستة مثل السستة يقف عليها النبي فتضغطه ضغطة تنطره إلى السماوات العلى، فتضغط من نفسها ضغطة فتذهبه إلى السماوات العلى.